تخيل انك واقف جوا غرفة من التلج، وبعد دقيقتين جسمك بيبدأ يسخن بدل ما يبرد. ده فعلا اللي بيحصل جوا أكواخ الإسكيمو. وهي علاقة ده بحياة شعب كامل اسمه الإسكيمو، اللي عاش آلاف السنين في واحدة من أقصى الأماكن برودة على الأرض. فيديو النهاردة هندخل أكواخ الإسكيمو من جوا، ونفكك العلم اللي مخبي جواه، من أول فيزياء الحرارة لحد تفاصيل حياة الإسكيمو نفسها. أول سؤال: مين الناس دول اللي ساكنين في بيوت من التلج؟ الإسكيمو شعب عاش في ألاسكا وكندا وجرينلاند، عددهم بيوصل إلى 180 ألف شخص. اسمهم الإسكيمو وده معناه آكل اللحوم الني، ولكن هما بيكرهوا الاسم ده وبيفضلوا اسم الإنويت ومعناه البشر أو الناس. اعتمد أكلهم على صيد الأسماك والصيد الجائر عشان يقدروا يعيشوا، ومن هنا اخترعوا الأكواخ الجليدية، وليه اسم تاني وهو الإجلو، البيت اللي شكله بسيط بس هندسته أذكى بكتير من شكله. أكواخ الثلج بتخليك دافئ حتى في أقصى ظروف الشتاء، بس ازاي ده بيحصل مع ان التلج نفسه بارد بطبيعته؟ الكوخ الجليدي عبارة عن بناء قروي مكون من مجموعة من الكتل الجليدية. الكتل الجليدية دي جواها آلاف من الثقوب الصغيرة من الهواء، والهواء من أقوى المواد العازلة للحرارة في الطبيعة. فالإجلو مش مجرد من تلج فقط، لا ده تلج زائد هواء كتير، وده بيخلي فقدان الحرارة جوا صعب. عارف ان في سؤال جه في دماغك، هتقولي طب ازاي الهواء اللي جوا التلج مش بيبرد؟ بقولك لأن الهواء المحبوس ما بيتحركش، وبالتالي ما بيقلش الحرارة بسهولة. التلج نفسه مش موصل جيد للحرارة، فبيمنع خروج ودخول الهواء، والهواء اللي بيدخل جوه التلج بيتحبس وبيفقد حرارته بصعوبة. علشان كده لو شخص واحد قاعد داخل الكوخ، حرارة جسمه كفيلة تزود درجة حرارة الكوخ 10 درجات أو أكتر. لو 2 أو 3 أشخاص الموضوع بيفرق أكتر وأكتر. ليه الكوخ معمول على شكل قبة؟ ليه ما تعملش مربع ولا مستطيل ولا حتى دايرة؟ لأن القبة أفضل شكل معماري لتوزيع الحمل وتوزيع الحرارة ومقاومة الرئة. الهواء السخن طالع لفوق فبيقف تحت سطح القبة ويدور على شكل دائري حوالين المكان ده، فبيقلل إن الهواء يهرب وينتشر بالتساوي. وعلى فكرة الإجلو بيتبني من فوق لتحت، وده بيخليه كل كتلة تلج مستريحة فوق لتحتها، وده بيدي صلابة وبيسمح لفتحات تهوية صغيرة فوق القبة. ومن هنا في نقطة مهمة: الكوخ بقى مقفول ودافئ وكمان فيه جدار عازل، بس ده خطر كبير لو مفيش تهوية. عشان كده الاسكيمو بيسيبوا فتحة صغيرة فوق القبة، ومن غيرها ثاني أكسيد الكربون بيزيد والهواء بيتكتم، وده بيؤدي إلى ضيق في التنفس. والفتحة الصغيرة دي بتسمح بخروج بخار الماء عشان يقدر يتنفس. أرضية الكوخ مش مسطحة بالكامل زي الخيمة، هي مقسمة إلى غرف. الغرفة اللي فوق بتبقى للنوم، لأن الهواء البارد التقيل بينزل على الأرض وبيفضل قرب الباب. أما الهواء الدافئ هو أخف في الوزن، بيرتفع طبيعيا إلى الأعلى فبيبقى فوق في منطقة النوم. أما الغرفة اللي في الوسط بتبقى المكان اللي بيقعدوا فيه عشان ياكلوا، فبيولعوا شمعة واحدة بتزود درجة حرارة الكوخ. طب ازاي؟ زي ما قلنا الحرارة أصلا مش بتخرج. لما الحرارة جوا تعلى شوية، الجدار من جوا بيسيح حاجة بسيطة وبعدين بيتجمد تاني، وده بيعمل قشرة جليدية بتزود العزل. اللي باين قدامك كوخ من التلج، لكن هو في الحقيقة هندسة بشرية عبقرية، واللي بدأ كحل نجاة عشان ينقذوا نفسهم من شدة البرودة بقى من أذكى الابتكارات في التاريخ. كده يبقى احنا جاوبنا على سؤال ازاي الكوخ الجليدي من جوه بيبقى دافئ. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة، وقول لنا على الأسئلة اللي بتخطر في بالك في التعليقات. السلام عليكم.